اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنعمل مع بعض الشنطه الجميله دي. الشنطه حلوه قوي وسهله، حجمها حلو وكمان شيك جدا في اللبس. اذا اول مره تشوفيني، معاكي منى بدر، ودي قناه برنسس ميد كروشيه. ما تنسيش الاشتراك، يلا بينا على طول نبتدي. استخدمت 350 جرام من اللون اللبني و250 جرام من اللون البيج. سمك الخيط 3 مللي، واستخدمت معاهم ابره رقم 4.5 مللي. اول حاجه بدأت وعملت عقدة بداية، واشتغلت 20 سلسلة. 20 سلسلة عملوا معايا بالظبط 17 سنتي. عايزة تكبري حجم الشنطة عن كده بتزودي عدد السلاسل. ده وش السلاسل، انا مش بشتغل فيه. هقلب السلاسل بتاعتي كده على الظهر بتاعها، هلاقي عندي حلقات، هي دي الحلقات اللي انا بشتغل فيها. اول حلقة دي مش هشتغل فيها، هشتغل من الحلقة التانية. هدخل كده جوه الحلقة، اسحب خيط، هيبقى عندي لفتين على الابرة، هسحب الخيط من اللفتين، ودي طريقة غرزة الحشو. هفضل بقى شغالة غرز حشو على حلقات ظهر السلسلة. هشتغل بالظبط 19 غرزة حشو. خلصنا 19 غرزة حشو، هرتفع سلسلة، ألف الشغل، وهشتغل تحت الحلقتين غرز حشو، وهشتغل برضو 19 غرزة حشو. أكمل السطر بتاعي، ارتفع سلسلة، اشتغل تاني 19 غرزة حشو لحد ما ارتفع بال19 غرزة دول عدد سطور. أنا اشتغلت 10 سطور، 2 4 6 8 10، أو بطريقة عد تانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ارتفع سلسلة، ودلوقتي هبتدي اقفل القاعدة بغرز الحشو. انا اشتغلت 10 سطور من غرز الحشو، يعني هيبقى عندي 10 غرزة حشو على الجنب. هدخل في نفس المكان اللي انا عملت فيه اخر غرزة، وهعمل غرزة حشو. دي كده هتكون اول غرزة عندي، هحط فيها علامة. دي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واخر غرزة 10. هروح للجنب اللي عليه الدور، وهشتغل في اول غرزة تزايد ثنائي، يعني هشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان. 1، وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان 2. بعد كده هشتغل 17 غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة في الجنب. وصلت لاخر غرزة في الجنب، وهشتغل برضو فيها تزايد ثنائي، 2 غرزة حشو في نفس المكان. 1، وفي نفس المكان هعمل غرزة كمان 2. هروح للجنب اللي عليه الدور، وهشتغل برضو 10 غرزة حشو، اخر كل سطر غرزة الحشو بتاعته. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10. اروح للجنب اللي عليه الدور وهشتغل في اول غرزة تزايد ثنائي 2 غرزة حشو في نفس المكان 1 وفي نفس المكان غرزة كمان 2. بعد كده هشتغل 17 غرزة حشو لحد ما اوصل لاخر غرزة في الجنب. وصلت لاخر غرزة في الجنب وهشتغل فيها تزايد ثنائي 2 غرزة حشو في نفس المكان 1 2. دي سلسلة الارتفاع مش هشتغل فيها، هروح لأول غرزة أنا معلماها على طول وهروح كده تحت الحلقتين وأعمل غرزة منزلقة، هسحب خيط وأسحب الملفة اللي على الإبرة. أنا كده خلاص خلصت القاعدة بتاعة الشنطة. طول القاعدة 18 سنتي، وعرض القاعدة 9 سنتي. بعد ما خلصنا تقفيل القاعدة هرتفع سلسلة وفي نفس المكان اللي أنا عملت فيه غرزة المنزلقة هروح كده للحلقة الخلفية، أدخل فيها وأدخل في الحلقة اللي وراها هنا كده وهنا، وأعمل غرزة حشو، وأول غرزة هحط فيها علامة. الدورة اللي جاية كلها هتكون غرز حشو في الحلقة الخلفية واللي وراها. أروح للغرزة اللي بعدها أدخل في الحلقة الخلفية واللي وراها وأسحب خيط وأعمل غرزة حشو، وهفضل بقى شغالة بالطريقة دي الدورة كلها غرز حشو في الحلقة الخلفية واللي وراها لحد ما أوصل للعلامة. أول سطر عندي بعد القاعدة بشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية واللي وراها عشان يعملي زي فاصل أو إطار بين القاعدة وجسم الشنطة. غرزة المنزلقة وسلسلة الارتفاع أنا مش بشتغل فيهم، هروح للغرزة اللي أنا معلماها دي وهنزل كده تحت الحلقتين وهعمل غرزة منزلقة، وبعدين هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، والسلسلة رقم 3 دي هحط فيها علامة، وبعدين هشتغل سلسلة كمان 4 في نفس المكان اللي انا عملت فيه ال4 سلاسل دول. هلف الخيط على الابرة، انزل كده تحت الحلقتين، اسحب خيط وبعدين اسحب خيط من لفتين، اسحب خيط من لفتين، يعني عملت غرزة عمود بلفة. يبقى اول 3 سلاسل في السطر اعتبرتهم عمود، بعد كده عملنا سلسلة، بعد كده عمود كمان في نفس المكان، هسيب غرزة واروح للغرزة اللي بعدها تحت الحلقتين واعمل عمود بلفة، وبعدين سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزة عمود بلفة واكرر، اسيب غرزة، اروح للغرزة اللي بعدها، الف الخيط على الابرة واعمل غرزة عمود بلفة، وبعدين اعمل سلسلة، وفي نفس المكان اعمل غرزة عمود بلفة مرة كمان، وهكذا اسيب غرزة، اروح للي بعدها، اعمل غرزة عمود بلفة، وبعدين اعمل سلسلة، وبعدين اعمل في نفس المكان غرزة عمود بلفة، هسيب غرزة، اروح للي بعدها، اعمل غرزة عمود بلفة،
وبعدين سلسلة، وبعدين في نفس المكان غرزة عمود بلفة مرة كمان، وهكذا اسيب غرزة اروح للي بعدها اعمل غرزة عمود بلفة، وبعدين سلسلة، وبعدين في نفس المكان غرزة عمود بلفة مرة كمان، وهكذا هفضل شغالة بالطريقة دي لحد ما اوصل للعلامة. انا عملت السطر كله، باقي 3 غرز. هروح للغرزة اللي في النص دي، يعني سبت غرزة ورحت للي بعدها عملت غرزة عمود بلفة، وبعدين عملت سلسلة، وفي نفس المكان عمود بلفة مرة كمان، وكده انا خلصت السطر بتاعي كله. هروح بقى للمكان اللي انا حاطه فيه العلامة، ودلوقتي هنغير اللون. هنغير بقى اللون بتاعنا ازاي؟ هفك العلامة وهدخل كده في السلسلة اللي انا كنت معلماها وهسحب اللون الجديد، وبعدين هسحبه من اللفة اللي على الابرة. بس اللون الجديد ده بقى اللي انا هشتغل بيه الدورة اللي جاية. كل سطر بغير اللون بنفس الطريقة دي، وهروح للفراغ ده واعمل غرزة حشو، اشد الخيط بتاعي كويس، وبعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، والسلسلة التانية دي هعلمها، وبعدين هعمل سلسلة كمان، وفي نفس المكان هعمل غرزة عمود بلفة مرة كمان، وبنضف كده الخيط بتاع البداية بتاع اللون الجديد تحت الغرزة وانا شغالة. هشتغل بقى بعد كده فين؟ هنا كده في المكان ده بالظبط. هلف الخيط على الإبرة وادخل في الفراغ ده اعمل غرزة عمود بلفة، وبعدين سلسلة، وبعدين غرزة عمود بلفة مرة كمان في نفس المكان، نفس بقى اللي انا كنت بعمله بالظبط في السطر الاولاني. هرجع اكرره تاني. هروح للفراغ اللي عليه الدور هنا بين كل عمودين احنا كنا شغالينهم في السطر الاولاني، هو ده اللي احنا بنشتغل فيه السطر التاني. هعمل عمود وبعدين سلسلة وبعدين عمود في نفس المكان مرة كمان، الف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ اللي بعده اعمل غرزة عمود بلفة وبعدين سلسلة وبعدين غرزة عمود بلفة مرة كمان، وهكذا اكرر نفس اللي انا عملته في السطر الاولاني. هرجع اكرره في الاماكن دي كده بالظبط. هفضل مكملة باللون البيج لحد ما اوصل للعلامة. اخر فراغ عندي بلف الخيط على الابرة وبدخل اعمل غرزة عمود وبعدين سلسلة، وبعدين في نفس المكان غرزة عمود مرة كمان. ودلوقتي هغير اللون بتاع الخيط. اروح للسلسلة اللي انا معلماها، هفك العلامة وبعدين ادخل جوه السلسلة، اسحب اللون الجديد واعمل غرزة منزلقة، اعمل في الفراغ ده كده غرزة حشو، وبعدين اعمل 2 سلسلة، 1 2، والسلسلة دي رقم 2 بعلمها، وبعدين هعمل سلسلة كمان في نفس المكان، هعمل عمود بلفة، وهكرر بقى نفس اللي انا عملته في السطر اللي قبليها بالظبط. وهيبقى دي الطريقة بتاعة تغيير الالوان كل سطر. هدخل هنا واعمل عمود وبعدين سلسلة وبعدين عمود بلفة مرة كمان في نفس المكان، وهكذا بقى اكرر.
هفضل شغالة بالطريقة دي لحد ما اخلص الدورة كلها، ولما بوصل للعلامة بغير اللون بالطريقة اللي وريتها لكم، وبالطريقة دي ارتفاع عدد سطور. انا فضلت شغالة لحد ما وصلت لطول 22 سنتي. خلاص بقى اللون البيج انا مش عايزاه تاني، هفصله. هفك العلامة وهعمل غرزة منزلقة، وبعدين هشتغل على وش الشنطة كله غرز منزلقة في الحلقات الخلفية. بس الاول هنضف اللون البيج ده تحت الغرز. هروح للغرزة اللي بعدها على طول وهعمل غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، واول غرزة دي هحط فيها علامة. هفضل شغالة غرز منزلقة في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للعلامة. لما بوصل للعلامة بفكها، واعمل برضو غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، والغرزة الاولى دي هعلمها. ودلوقتي هحدد المكان اللي هعمل فيه اليد. انا بظبط الشنطة كويس، مش بخلي فيها حاجة متنية، القاعدة او الغرز، وبعدين بقفل كده الوش. بعد ما بقفل الوش على بعضه كده كويس، هعلم الغرزة اللي في الجنب ده، وهعلم الغرزة اللي في الجنب التاني اللي قدامها. وبعدين هفتح الشنطة من النص كده بالطريقة دي، واقفل الوشين دول كده على بعض بحيث ان الجنب يكون قدام الجنب، واعلم برضو الجناب. هعلم الغرزة دي واعلم الغرزة اللي قدامها، وبعدين هاخد من الغرزة الاورنج دي للغرزة البينك دي واتنيهم على بعض كده، والغرزة اللي في النص اللي هتطلعلي هحط فيها علامة. وهعمل كده برضو الجنب التاني، هتني كده الغرزتين دول على بعض، والغرزة اللي هتطلعلي في النص هحط فيها علامة. هلف الشنطة واروح للجنب التاني واعمل نفس اللي انا عملته في الوش، من الغرزة دي للغرزة دي هتنيهم كده على بعض، والغرزة اللي هتطلعلي في النص هحط فيها علامة. وبعدين هحط العلامة دي قدام العلامة دي واتنيها، والغرزة اللي هتطلعلي في النص هحط فيها علامة. هشيل العلامات اللي في النص دي، وهشيل العلامتين اللي في الجنب، واخد بالي ان انا اخلي العلامة بتاعة اول السطر ما بشيلهاش. انا حسيت ان الفرق بين يد الشنطة والجسم هيبقى كتير شوية، فكيت العلامة وعديت 1 2، والغرزة التالتة دي حطيت فيها العلامة، والناحية التانية برضو نفس الكلام، 1 2، والغرزة التالتة حطيت فيها العلامة. وعملت كده برضو في الظهر بتاع الشنطة، فكيت العلامة وعديت من مكان 1 2، والغرزة التالتة هعلمها، واخر واحدة 1 2، والغرزة التالتة دي هعلمها. دي اسهل طريقة لتحديد مكان اليد. كان عندي في النص 19 غرزة بين كل علامة والتانية، وفي الدوران 24 غرزة. هشتغل غرز منزلقة في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للعلامة الاولى دي.
ولما بوصل لأول علامة بفكها وبدخل برضو في الحلقة الخلفية اعمل غرزة منزلقة، وبعدين ارتفع 70 سلسلة. بعد ما خلصت 70 سلسلة هظبط كده السلاسل بتاعتي، واروح للعلامة التانية افكها واعمل في الحلقة الخلفية غرزة منزلقة، وبعدين هشتغل غرز منزلقة في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للعلامة اللي في ظهر الشنطة. ولما بوصل للعلامة اللي عليها الدور بفكها وبشتغل غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية، وبعدين اشتغل برضو 70 سلسلة، وبعدين اشبك السلسلة اللي عملتها في الغرزة اللي فيها العلامة، افك العلامة وادخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة منزلقة، هشتغل غرزة منزلقة في الحلقات الخلفية لحد ما اوصل للسلسلة، ومنساش لما اوصل لاول غرزة عندي في السطر بحط فيها العلامة. ولما بوصل لليد بتاعة الشنطة انا بعمل تناقص غرزة، يعني الغرزة دي انا مش بشتغل فيها، والغرزة اللي قدام من الناحية التانية اخر واحدة دي انا مش بشتغل فيها، انا بدخل على طول على اول سلسلة عندي هشتغل في حلقات ظهر السلسلة، وهشتغل غرز منزلقة في حلقات ظهر السلسلة. وزي ما قلتلكوا بعمل تناقص غرزة في اول اليد واخرها، يعني الغرزة دي انا مش هشتغل فيها، هدخل في الغرزة اللي عليها الدور وهعمل غرزة منزلقة في الحلقة الخلفية بس، وهفضل مكملة غرز منزلقة في الحلقات الخلفية، وبرضو لحد ما اوصل لليد في ظهر الشنطة بعمل غرز منزلقة في الحلقات الخلفية، وهرتفع بغرز المنزلقة في الحلقات الخلفية عدد سطور. انا اشتغلت 3 سطور غرز منزلقة في الحلقات الخلفية على اليد، 1 2 3، وكده عدد السطور غرز المنزلقة الكلي 1 2 3 4 5. هفصل بقى الخيط وهكون اخر غرزة، اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها واسحب الخيط على بره، وبعدين ارجع تاني للغرزة اللي طالع منها الخيط وادخل جواها كده واسحب الخيط على جوه، والخيط الزيادة ده بنضفه تحت الغرز. الشنطة الغرزة بتاعتها سهلة، كمان تقدري بقى تعملي تناسق الالوان اللي انتي عايزاه، تقدري تدخلي لون واتنين وتلاتة او حتى تعمليها كلها بلون واحد. اذا في اي حاجة انا مقلتهاش في الفيديو هتلاقوها موجودة عندكم في صندوق الوصف. واذا وصلتي للدقيقة دي من الفيديو اكتبي لي كومنت تعرفيني بتشوفيني من اي مكان وايه رأيك في الشنطة. اذا ما عملتيش اشتراك اعملي اشتراك عشان في حاجات جامدة جاية، واستنوني بفيديو جديد.